المخابرات استعانت بأخطر عميل عندها عشان يطارد مجرم دولي العالم كله عاوز يقتله، فنصلي على النبي الأول ويلا بينا نشوف حكاية النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع عميل سري في المخابرات الأمريكية اسمه إيرين، وبنشوفه وهو داخل مقر الوكالة عشان يتصدم صدمة عمره لأنه عرف إن المهمة السرية اللي كانت في بانكوك فشلت بالكامل، وبيكتشف إن شخص غامض قتل كل العملاء اللي كانوا بينفذوا المهمة. ومش بس كده، ده ولع كمان في المصنع عشان يحرق جثثهم كلها. واللي بيعصب إيرين جدا إن الشخص ده ملوش أي معلومات في أجهزتهم المتطورة، وحتى الكاميرات لما بتلقطه في الشوارع بيبقى عبارة عن ظل خافي هويته. وبيقول له موظف من المخابرات إن الشخص ده ملقب باسم الشبح لأنهم ما يعرفوش عنه أي حاجة. فبيتعصب إيرين لأن هو المسؤول عن المهمة دي قدام رئيسته كاثرين، وعشان كده بيطلب من الموظف إنه يخلي الموضوع سر بينهم. لكن فجأة بيلاقي كاثرين واقفة جنبهم ومن غير مقدمات بتسألهم عن اللي حصل. فبيتوتر إيرين وبيضطر إنه يحكي لها كل حاجة حصلت في المهمة. وساعتها كاثرين بتتعصب عليه جدا وبتعرفه إنه المفروض بيقبض فلوس عشان يشوف شغله كويس. فبيقول لها إيرين إنه هيبعت فريق من القوات الخاصة يقبض عليه فورا، بس كاثرين بتفهمه إن الفريق ده قدامه ساعة على الأقل عقبال ما يوصل له، وبتعرفه إن الساعة دي كفاية قوي على واحد زي الشبح إنه يختفي تماما. وعشان كده بتتصل بواحد اسمه رانس موجود في بانكوك ومرمي جوه حانة. لكن أول ما بيشوف رانس المكالمة بيتوتر جدا، ولما بيرد عليها بتعتذر له كاثرين على اللي هي عملته فيه. بس وقتها رانس بيتعصب عليها جدا لأنها رمته في الشارع. وبنعرف إنه كان عميل سري في الوكالة لكنهم طردوه لأنه كان بيعمل مشاكل كتيرة جدا. فبتحاول كاثرين تهديه لكنه بيفضل متعصب وبيقفل كمان السكة في وشها. وبيحكي بعدها للنادلة بتاعت الحانة عن اللي حصل له بسبب كاثرين، وبيعرفها إنها رمته في بانكوك من سنتين وخلته مشرد مش لاقي حتة ينام فيها. فبتحاول النادلة إنها تهديه وبتعزمه على قهوة بدون مقابل. لكن في اللحظة دي بتتصل كاثرين مرة تانية لكن على تليفون الحانة، ولما النادلة بترد عليها بتلاقي عصابة خطيرة داخلة عليهم. وأول ما بيشوفوا رانس قاعد بينزلوا ضرب فيه. فبتسمع كاثرين صوته والحانة كلها بتتدمر عليه. وبتلاقي واحد من العملاء بيعرفها معلومات جديدة عن الشبح، وبيقول لها إنه وصل للمطار وحجز طيارة متجهة لسان فرانسيسكو. فبتتصدم كاثرين وبتقرر إنها تتصل برانس مرة تانية، وبتفرح جدا إنه لسه عايش ويقدر يهرب من العصابة اللي بتطارده. وبدون مقدمات بتعرض عليه إنه ينفذ لها مهمة في مقابل إنها ترجع له حياته القديمة. لكن هو بيتعصب عليها لأنها دمرت حياته وحبسته في بانكوك سنتين. فبتقول له كاثرين إن مفيش وقت للكلام ده، وبتعرفه إنه لازم يروح لمطار بانكوك عشان ينفذ المهمة. فبيضحك رانس لأنه أصلا محظور من الطيران بسببها، بس هي بتفهمه إنها تتصرف وهترجع له كل صلاحياته. المهم دلوقتي إنه يوصل بسرعة للمطار لأنهم بيطاردوا شخص خطير جدا، وبتعرفه إن مهمته هي إنه يقبض عليه حي ويرجعه لأمريكا. فبيفكر رانس شوية وفي النهاية بيوافق وبيتحرك فعلا للمطار. ولما بيوصل هناك بيلاقي شخص جاي يديله ظرف وبيمشي، وبيكتشف رانس إن الظرف ده جواه باسبور جديد باسمه. فبيتصل بكاثرين لأنه شاكك إنها تسلمه تسليم أهالي، لكن هي بتطمنه وبتعرفه إنها رجعت له كل صلاحياته، بس برضه بتهدده إنه لو بوظ المهمة هترميه في نفس الزبالة اللي جابته منها. فبيضحك رانس وبيدخل كشف المطار وهو قلقان جدا، لكنه بيعدي من غير أي مشاكل وبيفهم إن كاثرين فعلا مش بتخدعه. وفي الوقت ده جوه الوكالة بيعرفوا إن الشبح مصاب بجروح في جسمه، وبيعرفوا كمان إنه راح العيادة عشان يتعالج قبل ما يطلع على المطار. فبيبعتوا فريق كامل على هناك عشان يحاولوا يقبضوا عليه. وساعتها رانس بيتصل بكاثرين عشان يعرف منها معلومات عن الشبح. فبتصدمه كاثرين إن كل اللي هم يعرفوه عنه إنه مصاب بجروح في جسمه، وبتطلب منه كاثرين إنه يستخدم ذكائه عشان يقدر يحدد هويته ويقبض عليه. فبيتعصب رانس لكنه بيبقى مضطر يركب الطيارة. وأول ما بيقعد في مكانه بيلاقي شخص غريب جدا قاعد جنبه، والطيارة وقتها بتتحرك بيهم وبتتجه لسان فرانسيسكو. وبنشوف كاثرين وهي بتتابع الفرقة اللي بعتتها للعيادة وبتخليهم يستجوبوا الدكتورة عشان توصف لهم شكل الشبح، بس من كلامها بتعرف إنها بتكذب عليهم، وعشان كده بتأمرهم يعذبوها لحد ما تعترف لهم بالحقيقة. وفي اللحظة دي بيجي واحد من العملاء يعرف كاثرين إنه اكتشف حاجة خطيرة جدا، وبياخدها هي وإيرين لغرفة لوحدهم عشان يصدمهم صدمة عمرهم. وبيكشف لهم إن كل دول العالم حاطة مكافأة 10 مليون دولار على راس الشبح، وبيفهمهم إنه عمل كوارث في دول
دول كتيرة جدا آخر 3 سنين، وعشان كده هو متراقب من كل الدول دي بقاله فترة. لكن المصيبة إنهم عرفوا إن موجود على الطيارة، وطبعا كل دولة فيهم كلفت قاتل مأجور عشان يقتله. فبتتصدم كاثرين لأن ده معناه إن الطيارة كلها عبارة عن قتلة مأجورين. بس رانس الغلبان ما يعرفش أي حاجة عن المعلومة دي، وبيكون الشخص اللي جنبه بدأ يتكلم معاه وبيعرفه إن اسمه كاين وبيشتغل راقص لحفلات دولية، وبيعزم رانس على ويسكي مستوردها بنفسه من ألمانيا. فبياخدها منه رانس عشان يرتاح من الرغي بتاعه. بس أول ما بيشربه بيحس إنه دايخ وعامل دماغ عالية جدا. فبيتأكد وقتها إن كاين حط له مخدر في الويسكي، ولما بيحاول يروح يتكلم معاه بيفضل يخبط في الركاب اللي حواليه. وساعتها كاين بيجي يساعده كأنه واحد صاحبه وبياخده للحمام، وبيكون مستغرب جدا إنه لسه عايش مع إنه حاطط له في الويسكي سم يهد جبل. فبيقول له رانس إن جسمه بقى عنده مناعة من السموم. وطبعا الخناقة بتحصل بينهم بدري والاتنين بيكسروا بعض حرفيا. وبنفهم إن كاين من ضمن القتلة المأجورين اللي عاوزين يقتلوا الشبح، وإنه سمم رانس عشان ياخد المكافأة لوحده. وبنشوف رانس وهو بياكل علقة سخنة جدا لأنه أصلا مش في وعيه. وبعد ما دمروا الحمام عليهم بيقدر رانس بالصدفة إنه يخلص عليه، وعلى طول بيكلم كاثرين وبيعرفها إنه قتل شخص على الطيارة. وفي الوقت ده العميل إيرين بيشوف العصابة اللي هجمت على رانس في الحانة، والمفاجأة إنه مهربش منهم، لا ده قتلهم كلهم. وطبعا هو بيتصدم وبيسأل كاثرين عن هويته الحقيقية. فبتقول له كاثرين إنه كان شغال معاهم بس في العمليات السرية. وفي الوقت ده بنشوف واحدة في الطيارة باين عليها إنها قاتلة مأجورة، واللي بيأكد لنا المعلومة دي إنها مشيت ورا فرد الأمن بتاع الطيارة. ولما بنرجع لرانس بنلاقيه بيحاول يخبي جثة كاين، لكنه بيتفاجئ بحد بيخبط على باب الحمام، وبيكونوا 2 من طاقم الطيارة اسمهم ليشان ورويس، وبيطلبوا منه يطلع يفسر لهم سبب الدوشة اللي بتحصل جوه الحمام. والموضوع بيكبر لما بيوصل أمن الطيارة وبيطلب منه يخرج فورا. فبيخبي رانس الجثة بسرعة وبيطلع يتكلم معاهم، لكن الضابط وقتها بيشوف آثار دم في الحمام كله. فبيطلع مسدسه عشان يقبض عليه، بس رانس بيضربه لحد ما بيفقدوا الوعي. وطبعا بيدخل ليشان ورويس الحمام لأنهم شافوا الجريمة، وبيبدأ يشرح لهم كل حاجة بالتفصيل عشان يساعدوه. ولأنهم مرعوبين منه فبيوريهم هويته كعميل سري للاف بي اي. ولما بيتأكدوا انه فعلا في مهمة بيقرروا انهم يساعدوه، وبيجيبوا له هدوم جديدة لان هدومه كلها كانت غرقانة بالدم. وبعدها بيطلب منهم رانس انهم لو شكوا في حد من الركاب يبلغوه فورا. فبينفذوا هما الاتنين كلامه وهم بيلعنوا اليوم اللي اشتغلوا فيه هنا. وساعتها بيروح رانس يدور على الشبح في الطيارة، لكن رويس بيجي يعرفه انه لقى شارة الضابط التاني غرقانة دم. وبنعرف ان القاتلة المأجورة خلصت عليه ورمته في غرفة الشنط بتاعة الطيارة. فبيتصدم رانس وبياخد ليشان وبينزل لهناك بسرعة. وطبعا ليشان لما بتشوف جثة الضابط بتترعب جدا، لكن رانس وقتها بيحس انها بتحاول تخدعه بمشاعرها، وبيقدر يعرف بمهاراته ان هي اصلا الشبح اللي بيدور عليها. واثناء كلامهم بنشوف قاتل مأجور مستخبي جنبهم، ولما بيعرف ان هي الشبح بيهجم عليها فورا، لكنها بتفاجئ رانس بقوتها المرعبة وهي بتخلص على القاتل المأجور. بس وقتها الجرح اللي هي مصابة بيه بيتفتح للمرة التانية. فبيقول لها رانس ان هو الوحيد اللي هيقدر يساعدها ويخليها في امان، وبيكشف لها انه لحد دلوقتي شاف 3 من القتلة المأجورين على الطيارة، وعشان كده بيطلب منها تفضل معاه لحد ما يوصلوا بسلام لأمريكا. فبتضطر الشبح انها توافق لان مفيش حل تاني قدامها، وعلى طول بيروحوا هما الاتنين لمركز القيادة. ورانس بيحكي للطيارين كل حاجة بالتفصيل، وبيطلب منهم يقفلوا الباب وما يفتحوش لحد غيره مهما حصل. وبعدها بيروحوا لرويس اللي بيكون اصلا مرعوب جدا. فبيحاولوا هما الاتنين يهدوا اعصابه شوية، ورانس بيسيبهم وبيروح يأمن الدرجة الاولى في الطيارة. وبالنسبة لرويس فبيعرف الشبح ان الركاب طالبين مشاريب غريبة جدا. فبتروح تبص عليهم وبتلاقي قاتل مأجور متخفي بينهم، وعشان كده بتعمل له واحد قهوة مظبوط جدا وبتروح تقدمه له. وبنشوف رانس وهو داخل الدرجة الاولى عشان يأمنها، لكن المضيف اللي اسمه غارم بيحاول يمنعه وبيفهمه انها درجة مميزة وممنوع دخول الاشكال الضالة اللي زيه. بس فجأة بتهجم عليه واحدة من طاقم الطيارة بالسكينة، فبيشتبك معاها رانس لكنها بتبقى قوية جدا. بس هو بيقدر بمهاراته انه يخلص عليها بعجوبة. ولسه بيقوم بيلاقي مجموعة من القتلة المأجورين قدامه، فبيمسك ازازة الويسكي يدشمل بيها واحد منهم، وعلى طول بيشتبك مع الباقي بكل قوته عشان ينجو منهم. وبيقدر فعلا يسيطر على الوضع وبيقتلهم كلهم. وفي ناحية تانية بيروح المجرم اللي عطته الشبح القهوة يتكلم معاها، والمفاجأة
الحقيقة انه كشف هويتها وجاي عشان يقتلها، لكنه بيتدلع على وشه لان الشبح اصلا حطت له سم في القهوة. ولما بنرجع عند رانس بنشوفه وهو بياكل علقة سخنة جدا، ومع كل الضربات اللي بياخدها من القاتل المأجور بيقدر يخلص عليه، وبالصدفة بيلاقي صورته على تليفون واحد منهم، وبيتصدم جدا لما بيعرف ان محطوط مكافأة لقتله بقيمة 5 مليون دولار. فبيروح للشبح بسرعة وبيسألها هم ليه عاوزين يقتلوه هو كمان، لكنه بيلاقيها مستغربة زيه ومش فاهمة اي حاجة. فبيتعصب رانس وبيسألها هي ليه كل الدول عاوزة تقتلها، وساعتها الشبح بتكشف له انها بتواجه المنظمات الفاسدة كلها، وبتعرفه انهم بيستخدموا الاطفال الصغيرة في اشغال صعبة جدا، ده غير انهم بيعاملوهم بطريقة بشعة تخطط معاملة العبيد. فبيحس رانس من كلامها انها لسه برضه بتكذب عليه، لكنه ما بيهتمش وبيطلب منها تساعده يخبي الجثث بتاعت القتلة المأجورين. ولما بيخلصوا بيبعت صور اللي قتلهم لكاثرين، وايرين في الوقت ده كان معاها، ولما شاف الصور بيتجنن حرفيا، وبيسأل رئيسته كاثرين عن الهوية الحقيقية للشخص ده. فبتقرر كاثرين انها تحكي له قصة رانس عشان ترتاح من رغيه، وبتعرفه ان رانس كان بينفذ مهمات سرية جدا لحساب ال FBI، لكن في مهمة منهم كان مكلف بتأمين شخصية مرموقة في الدولة. بس وهو واقف قدام باب غرفته سمع صوت واحدة معاه بتصرخ بصوت عالي، وطبعا الفضول خلاه يقتحم الغرفة عليهم، وساعتها اكتشف انه شخص مريض وبيعذب البنات بعد ما يغتصبهم. وفي اللحظة دي رانس فقد أعصابه ونزل ضرب فيه لحد ما كسره. والمفاجأة بقى ان اخو الشخص ده طلع رئيس المخابرات الأمريكية، ورانس من وقتها وهو مطارد من العالم كله ومطلوب قتله دوليا. فبيسألها ايرين هي عرفت الحاجات دي كلها منين، فبتقول له ان هما الاتنين وقتها كانوا في علاقة سوا، بس لما ده حصل هي اضطرت تبيعه عشان كانت خايفة على منصبها. ولما بنرجع للطيارة بنلاقي القتلة المأجورين لسه بيدوروا على رانس، لكن هو بيوفر عليهم المجهود وبيروح يقتلهم بنفسه. والمعركة المرة دي بتبقى كبيرة جدا وكلها اكشن وضربات عنيفة، وبنشوف القتلة وهم بيحاولوا يخلصوا عليه بأي طريقة، بس هو ما بيعتمدش حد فيهم وبيقدر يقتلهم كلهم. وبيروح يطلب من الشبح انها تستخبى قبل ما حد يكشفها، لكنه للأسف اتأخر لانهم كانوا عرفوا هويتها وكمان هاجموها. ودلوقتي المعركة بقت اتنين، وكل ما يخلصوا على مجرم منهم بيلاقوا التاني بيهاجمهم. بس في الوقت ده بنشوف بنات صينية بتهجم على رانس بكل غشامة، لكن الشبح بتروح توقفهم بسرعة وبتقول لهم انه يخصها، وبتعرف رانس انها ساعدتهم زمان وهم هنا عشان يردوا الجميل، بس هو اساسا ما كانش مركز معاهم لانه كان مصاب في جسمه كله. فبياخدوه لغرفة الشنط وبيبداوا يعالجوه قبل ما يروح فيها. وفي الناحية التانية بتقدر كاثرين انها تعرف هوية الشبح الحقيقية، وده بعد ما الفريق بتاعها عذب الدكتورة واجبروها تعترف. ولما بنرجع عند رانس بالليل بيسأل الشبح هي ليه بتعمل كل ده، فبتفهمه انها بتنقذ الاطفال اللي بتموت كل يوم بسبب المنظمات الفاسدة، وبتعرفه ان عدد الاطفال اللي بتشتغل اصعب المهن وصل ل 200 مليون طفل. والمفاجأة بالنسبة لرانس ان الشبح اصلا كانت واحدة منهم، وبتكشف له انهم استخدموا مهاراتها في اخفاء جرائمهم كلها، لان هي قادرة تخترق اي قاعدة بيانات على مستوى العالم. بس في يوم من الايام قررت انها تهرب وتواجه الفساد بنفسها، وده بعد ما صنعت جهاز قادر على الاختراق في اقل من 30 ثانية. وساعتها بتطلب من رانس انه يساعدها في انقاذ الاطفال البريئة، لكن الخنزير بعد كل الكلام ده مش بيرد عليها اصلا. وفي الوقت ده بنلاقي صورة الشبح ظهرت عند كل القتلة المأجورين، وبنكتشف ان ايرين هو اللي بعت لهم صورتها عشان يقتلوها، وبعت لهم كمان صورة رانس لانه عقبة بالنسبة لشغله. وبنعرف انه اصلا من ضمن المنظمات الفاسدة اللي بتستغل الاطفال، وانه عاوز يقتل رانس لانه عارف انه هيحمي الشبح، وده لو حصل شغلهم كله هيتفضح دوليا وهيروحوا ورا الشمس. وبيعرف كاثرين على الجهاز اللي قدرت الشبح انها تصنعه، وبيفهمها انهم لو استولوا على الجهاز ده هيسيطروا على العالم كله. وطبعا كاثرين بتسمع كلامه وهي مش مستوعبة اي حاجة. ولما بنرجع عند رانس بيعرف الشبح انه قرر يرتاح نهائيا، بس هي ما بتكونش فاهمة المقصود من كلامه. وساعتها بيتصل بيها رويس وبيعرفها انه صورتها مع قتلة المأجورين، وانهم دلوقتي عارفين مكانها بالظبط وبيحاولوا يوصلوا لها بأي طريقة. فبتتصدم جدا في الوقت اللي بيرفع فيه رانس ازازة دواء طعمها وحش جدا، لكنه بيقوم من مكانه بكل نشاط وحيوية، ومن غير ما يضيع وقت بيروح يشتبك مع قتلة المأجورين. وبنشوف الشبح والثلاث بنات صحابها وهم بيساعدوه في معركته العنيفة جدا، والموضوع بيتطور خالص وقطع غيار البني ادمين بتترمى في كل مكان. لكن وقتها 2 من القتلة بيتلموا على رانس عشان يقتلوه، بس هو بيبقى زي المجنون وبيجري يكسر ويقتل فيهم. وفي الوقت ده مجموعة تانية بتجهز
أسلحتها ورايحة ناحيته، ومن غير مقدمات واحد فيهم بيفتح النار على الركاب كلها، وللأسف طلقة منهم بتخلص على واحدة من صحاب الشبح. لكن المصيبة إن إزاز الطيارة اتدمر وسحب ناس كتير جدا، والطيارين وقتها بيحاولوا يسيطروا على الوضع لكنهم للأسف بيفشلوا، فبيقرروا إنهم ينزلوا بيها شوية عشان يقدروا يتحكموا فيها. وفي الوقت ده كان رانس مسك منشار كهرباء وبيقطع في القتلة المأجورين، وأثناء المدعكة دي بنشوف إيرين وكاثرين وهم مستنيينهم في المطار، لكن إيرين بيتفاجئ إن الطيارة أصلا اختفت من جهاز التتبع، فبتتعصب عليه كاثرين وبتقرر إنها تتخلص منه. ولما بنرجع عند الشبح ورانس بيتفاجئوا إن الطيارين اتقتلوا، فبيروحوا بسرعة لغرفة القيادة عشان يسيطروا على الطيارة. وساعتها رانس بيلاقي كاثرين بتتصل بيه ومن غير مقدمات بتهدده إنها تقتله لو ما نفذش مهمته وخلص على الشبح. فبيضحك رانس وبيفهمها إنه مبقاش فارق معاه أي حاجة، وبيقول لها إنه دلوقتي عرف حقيقتها الفاسدة هي والمنظمات اللي بتشتغل لحسابها. وبتكون الشبح سامعة المكالمة وفرحانة جدا إنه قرر يساعدها، ومع إن كاثرين عمالة تهدد رانس لكنه مهتمش وقفل السكة في وشها. بس في اللحظة دي بيحس إنه دايخ وبيفقد الوعي لأنه نزف كتير جدا، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في مكان متدمر خالص. وأول ما بيقوم من على السرير بتنفجر الحيطة اللي جنبه فجأة، والشبح وقتها بتظهر قدامه وبتطلب منه يرتاح لأن اللي جاي ولا في راحة ولا بالراحة. فبيتعصب رانس جدا وبيلعن اليوم اللي مثل فيه الفيلم ده. ولحد هنا صديقي العزيز بيخلص فيلمنا، واتمنى لو عجبك الملخص تعمل لنا لايك وشير للفيديو، وما تنساش تقول لنا رايك في قصة الفيلم مع تعليقك الجميل. وطبعا لو أول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في أسد الملخصات. ده غير إن سايب لك 4 أفلام أجمد من بعض، اختار أي واحد فيهم ويلا سلام.